شركة أوبو معشوقة الجماهير معودانا إنها تقدم لنا موبايلات مميزة جدا في الفئة المتوسطة من سلسلتها الشهيرة سلسلة الإيه، واللي بتقدم لنا في السلسلة دي تليفونات بمواصفات جيدة جدا بسعر مناسب. وعلشان كده فاحنا في فيديو النهارده هنتعرف على أحدث إصدارات أوبو في الفئة المتوسطة من السلسلة دي، سلسلة الإيه، وهو الإيه 78 النسخة ال 4G. ولكن قبل ما نبتدي يا ريت تدعمونا بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. أنا محمود طمان وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. الموبايل بيجي بتصميم جميل وعصري جدا، واي نعم التصميم ده ما فيهوش اي حاجه جديده او مختلفه وشبه او شكل كل اجهزه اوبو اللي موجوده في الفتره الاخيره، ولكنه في نفس الوقت بصراحه تصميم شيك جدا. التليفون طبعا جاي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونايت، وجوده تصنيع وتقفيل التليفون ممتازه، وده هيخلي التليفون يستحمل ويعيش معاك لمده طويله. الموبايل سمكه نحيف ووزنه خفيف، وده مزود من شياكه التليفون جدا، وابعاد الموبايل مناسبه، وده بالتالي هيخليك تستخدم التليفون بسهوله وتتعود عليه بسرعه. فتصميم الموبايل اجمالا مميز جدا وهيعجبك، وانا ماليش عليه اي تعليق سلبي. الاي 78 4G من اوبو بيجي بشاشه مميزه جدا، واللي تعتبر من اهم الايجابيات اللي موجوده في الموبايل. واول حاجه بتميزها انها شاشه كامله بتيجي بالتصميم الجديد اللي بثقب دوت ديسبلاي، والثقب ده حجمه صغير جدا وبيجي على الشمال من فوق. الشاشه حجمها مثالي 6.43 بوصه من نوع اموليد بجوده فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافه البكسلات في الشاشه 2400 في 1080 بكسل، وده هيدينا 409 بكسل لكل بوصه في الشاشه، ودي كثافه بكسلات ممتازه جدا بصراحه. الشاشه جايه بابعاد عرض كبيره 20:9، وبتستحوذ على 85.2% من حجم الواجهه بتاع التليفون كله، وكمان عليها طبقه حمايه من نوع جوريلا جلاس الجيل الخامس. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الشاشه، فبصراحه الشاشه الاموليد دي هتقدم لك اداء ممتاز، وده من حيث درجه الحده او التشبع والسطوع بتوع الالوان اللي بيظهروا عليه. هتحس كده ان الشاشه بتبرق والالوان اللي عليها براقه وهتعجبك جدا. وبرضه يكون حجم الشاشه مش كبير قوي، مع نوعيتها ودقتها العاليه مأثرين بشكل جميل جدا على الجوده بتاع الشاشه، فكل حاجه بتظهر عليها بتكون في منتهى الوضوح، والكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا متشافين بشكل كويس جدا. وبرضه من المميزات المحترمه اللي موجوده في الشاشه دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 90 هرتز، واللي بالتالي هيخلي اي حاجه تشتغل على الشاشه بتاع الموبايل تشتغل معاك بشكل سموز وسلس جدا. درجه سطوعها كويسه ومش هتعاني وانت بتستخدمها تحت اشعه الشمس المباشره. ولكن بقى للاسف الحواف والاطراف بتوع الشاشه كبار شويه، خصوصا الحافه السفليه، واللي كنت اتمنى بصراحه انها لو كانت صغرت عن كده. ولكن بصفه عامه نقدر نقول على الشاشه دي بتاع الاي 78 4G من اوبو انها شاشه كويسه ومقبوله جدا، وهتقدم لك تجربه مرضيه في مشاهده اي محتوى عليها من اي نوع. اما بقى بالنسبه للاداء بتاع الموبايل، فالتليفون بيجي بمعالج من كوالكوم هو السناب دراجون 680 4G، والمعالج ده موجود في تليفونات كتير جدا زي الواي 36 من فيفو، والجالاكسي اي 23 من سامسونج، وكمان الريدمي نوت 11 من شاومي. والتليفونات دي كلها مراجعتها موجوده هنا على القناه، ممكن تبصوا عليها من الاي اللي فوق دي. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواه، وبيجي بتردد لغايه 2.4 جيجا هرتز بدقه تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومي وهو الادرينو 610. التليفون بيجي بنسختين، نسخه بسعه تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 8 جيجا رام، والنسخه الثانيه بتيجي بسعه تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 8 جيجا رام. وبصراحه دي ارقام وساعات مناسبه جدا وهتكون اكتر من كافيه لاستخدامك. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الموبايل، فالمعالج ده بصراحه ما اقدرش اقول عليه انه وحش، ولكن كنت اتمنى لو كان الموبايل جاي بمعالج اقوى واحدث من كده شويه. ولكن بصفه عامه فالتليفون ده هيقدم لك اداء جيد جدا في المهام والاستخدامات اليوميه. يعني انت هتقدر تستخدم كل التطبيقات اليوميه المعتاده زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات وكل الحاجات دي من غير اي مشكله خالص في التليفون. مش هيقابلك اي تهنيج او لاج في الموبايل. كل التطبيقات دي هتشتغل معاك بمنتهى السلاسه والانسيابيه. وبرضه اداء التليفون في المالتي تاسكينج او المهام المتعدده هيكون اداء محترم جدا، وهتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، وده برضه من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في التليفون، حتى لو التطبيقات دي تطبيقات كبيره او تقيله. وبرضه الموبايل هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمده طويله في الخلفيه من غير ما يقفلهم، وده علشان السعه الكبيره بتاع الرامات. ولكن بقى على الجانب الثاني اداء الموبايل ده في الجيمز مش هيكون افضل حاجه بصراحه، فنقدر نقول بصفه عامه انه هيقدم لك في الحته بتاعه الجيمز دي اداء متوسط. ففي الالعاب الخفيفه والمتوسطه التليفون هيشتغل معاك بشكل كويس جدا، مش هيقابلك اي تهنيج او لاج في التليفون. ولكن بقى في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فهي هتشتغل معاك برضه وكل حاجه، ولكن يعني انصحك انك تلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك متوسطه علشان تاخد اداء كويس من الموبايل ما يقابلكش فيه تهنيج او لاج. فالتليفون ده مش موجه للجيمز،
ولكنه موجه أكتر للاستخدامات والمهام اليومية. الموبايل جاي بكاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الأساسية بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8. أما بقى الكاميرا التانية فهي الخاصة بعمل العزل أو وضع البورتريه وبتيجي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4، والكاميرتين دول ملحقين بفلاش LED من قطعة واحدة. وبالنسبة برضو للأداء بتاع الكاميرات دي فهي هتقدم لك أداء جيد في كل المناسبات وكل ظروف الإضاءة، ولكن بصراحة ما أقدرش أقول عليها إنها أفضل كاميرات في فئتها السعرية. ولكن بالعكس بنشوف نفس الكاميرات دي في تليفونات تانية أرخص من ثمن الموبايل ده يعني كده بشوية حلوين. فالكاميرا الأساسية بتاع الموبايل هتقدم لك أداء محترم في الإضاءة القوية أو في ضوء النهار. درجة الحدة والتشبع بتوع الألوان اللي بيظهروا في الصور هتكون كويسة جدا وهتعجبك، وهتحس كده إن الصور منورة من جمالها وحلاوتها. أي نعم زي ما قلت لكم مش هتكون أفضل ولا أقوى صور، ولكنها هتكون مقبولة جدا ومرضية بالنسبة لك. كمية التفاصيل اللي بتظهر فيها كتيرة ودقيقة، ودرجة التباين بتاع الألوان مظبوطة، مفيش لون داخل على التاني، والألوان واضحة جدا ودرجة حدتها وتشبعها كويسين. وفي الإضاءة الضعيفة أو الليلية فالجودة بتاع الصور بتقل شوية وده الطبيعي يعني، ولكن مش بدرجة كبيرة، بتفضل برضه محافظة على جودتها بنسبة كبيرة جدا. وكمية النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها ما بيكونوش متشافين أو واضحين أوي في الصور. وهتقدر باستخدام الكاميرا التانية بتاع العزل أو البورتريه إنك تحدد أطراف الصور وتعزل الخلفية بشكل كويس جدا. أي نعم برضه أدائها مش أفضل ولا أحسن حاجة وبيظهر فيها غلطات كتير، ولكن تعتبر مقبولة يعني إلى حد ما بالنسبة للفئة السعرية بتاع الموبايل. وكنت أتمنى بشدة وجود كاميرا خاصة بالتصوير الألترا وايد اللي هو بزاوية واسعة. بصراحة ما كنتش أتمنى، ده كان المفروض يكون التليفون جايب الكاميرا الثالثة دي. وبرضه من الحاجات اللي ما عجبتنيش قوي في الكاميرات بتاع الموبايل إنه للأسف ما بيدعمش تصوير فيديوهات بجودة 4K، فأنت يا دوب هتقدر تصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانية. أما بقى بالنسبة للكاميرا السيلفي بتاع الموبايل فهي للأسف كاميرا متواضعة جدا ومخيبة للأمال بشكل كبير. فالتليفون جاي بكاميرا أمامية وحيدة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0، وبصراحة الكاميرا السيلفي دي بنشوفها في تليفونات بنص ثمن التليفون ده تقريبا. المفترض كان الموبايل زي ده يجيب كاميرا سيلفي أقوى وأحسن من كده بكتير. فهي كاميرا متواضعة هتقدم لك صور سيلفي متواضعة، ما تقدرش تعتمد عليها قوي في إنك تاخد بيها صور سيلفي مميزة في المناسبات ولا حاجة، وأنا بصراحة شايفها من نقاط الضعف القوية اللي موجودة في الموبايل. ولكن بقى على العكس من الكاميرا السيلفي فالبطارية هي من أقوى المميزات اللي موجودة في الموبايل. فالتليفون بيجيب بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير. أي نعم دي مش أكبر سعة بطارية موجودة في الوقت الحالي، ولكنها هتكون مناسبة جدا لاستخدامك وهتكمل معاك اليوم كله من غير أي مشكلة خالص. ولكن بقى نقطة القوة الأكبر اللي موجودة في البطارية دي هي قدرة الشحن بتاعتها. فهي بتيجي بقدرة شحن 67 واط، واللي هتخليك في نص ساعة بس تقدر تشحن التليفون ده من 0 لغاية 76%. وعلشان بقى تشحنه لغاية 100% فده هيكون في حوالي 45 دقيقة تقريبا، وطبعا ده هيكون من خلال منفذ USB Type-C. الموبايل بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 13 مع أحدث واجهة مستخدم من أوبو وهي الكالر OS فيرجن 13.1. وبصراحة الواجهة بتاعت أوبو دي هي من أحسن واجهات الأندرويد اللي ممكن تلاقيها على التليفون. أدائها سلس ومستقر بنسبة كبيرة جدا ومفيش فيها تقريبا أي باجز أو مشاكل، وفي اوبتمايزنج وتناغم جميل جدا بينها وبين الهاردوير بتاع التليفون. والواجهة دي بتقدر إنها تستغل الهاردوير بتاع الموبايل أفضل استغلال. وكمان فيها شوية مميزات هتعجبك زي إنها بتدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها إنك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشة لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سام، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع، وكمان هتقدر إنك تركب كارت ذاكرة خارجي مايكرو SD كارد وده حتى 1 تيرا في منفذ خاص بيه. الموبايل بيجي بمستشعر بصمة أسفل الشاشة، والمستشعر ده اوبتيكال مش سوفت وير، وعلشان كده أداؤه ممتاز جدا من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصية الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمة وراجل الفيس ID، واللي بتشتغل بشكل ممتاز من حيث دقتها أو سرعتها. وبرضه من المميزات المحترمة اللي موجودة في الموبايل إنه بيجي بسماعات ستيريو، والسماعات دي بصراحة صوتها نقي جدا وعالي. فالسماعات الاستيريو المحترمة دي مع الشاشة اللي بجودة ودقة عالية هيقدموا لك تجربة مالتي ميديا هتكون راضي عنها بنسبة كبيرة جدا. التليفون بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصلة والGPS اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. وكمان التليفون بيدعم تركيب وصلات ال O2G، وموجود فيه مستشعر الاتصال قريب المدى NFC، وكمان موجود فيه مستشعر جيروسكوب. ولكن بقى للأسف التليفون ما فيهوش راديو FM ولا مستشعر IR، وكمان التليفون مقاوم للغبار ولقطرات المياه الخفيفة وده بشهادة IP54. وكمان التليفون للأسف بيجي بإصدار بلوتوث قديم شوية 5.0. الموبايل جايبه لونين اسود واخضر، وعلبة التليفون بيجي فيها الشحن السريع وسلك توصيل USB Type-C وجراب للموبايل وسماعات هاند فري وده بوز درج الشريحة والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع لنسخة ال 228 مع 8 جيجا رام حوالي $220،
وسعرها في مصر هيكون في حدود 8500 جنيه. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. ال A78 4G من اوبو هو تليفون فئة متوسطة جيد بنسبة كبيرة، كان ناقصه بس انه يكون جايبه معالج اقوى من كده شوية، وكمان كاميرا ثالثة خاصة بالتصوير الالترا وايد وكاميرا سيلفي اقوى من كده. ولكن ده مش معناه انه هيقدم لك اداء وحش، فالتليفون بصفة عامة هيقدم لك اداء مرضي جدا. ولكن لو انت اولويتك في التليفون هي الجيمز او الالعاب فالتليفون ده مش هيكون انسب حاجة بالنسبة لك. وكمان برضو كنت اتمنى لو كان جايب كاميرا سيلفي اقوى من كده. غير كده فالتليفون مواصفاته كويسة جدا وهتعجبك، والاهم من ده كله انه مش هيقابلك في التليفون اي عيوب تصنيع بعد الاستخدام. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده اول مره تشوفني فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. بشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.